يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة اتحادي يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة اتحادي يا ابو تلاتة. لا تقول لي فابينيو ولا كانتي، روقتك يا ايتي. انت مين يا اتحداوي انت يا وضيع؟ انت مين يا اتحداوي علشان تتكلم على اسيادك؟ انت مين علشان تقول هناكلهم وكعبنا عالي؟ كعب مين ده؟ انت كعبك متحني. كعب مين يا ابو كعب؟ لما تيجي تتكلم على اسيادك بعد كده تتكلم وانت واقف. تيجي تتكلم على اسيادك كبير افريقيا وكبير العرب كله بلا منافس، تتكلم عليه وانت ماسك جزمتك في بنطلونك. تتكلم على النادي الاهلي اسيادك وانت واقف. بعد كده عايزك بعد كده لو ماشي في اي حته، ماشي في اي مكان، شفت المارد الاحمر، شفت اي حد اهلاوي، لمحت بس كلمه الاهلي، عايزك تعمل حاجه واحده، عايزك تبص على الشعار ده كده. لما تيجي تتكلم لازم وانت بتتكلم على النادي ده تبقى واقف انت عامل كده. لازم تنحني وتركع قدام اسيادك دول. ده اسيادك اللي عمال تزيط من قبل البطوله ما تبدا، عمال تزيط والاعلام بتاعك عمال بيساعدك. انت ايه ولا تاريخك ايه انت عشان تتكلم على اسيادك؟ عمال تقول لي واحد اتنين الطعميه راحت فين؟ اقول لك الوقت راحت فين؟ اقول لك الطعميه راحت فين؟ لا انسى اي تحليل. سيبك من الماتش بقى، سيبك من التحليل. اللي عدى بقى. الايتي تروق ثلاثه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه. سيبك من التحليل وسيبك من اي حاجه. الليله كلها ليله دمار، الليله كلها تحفيل على الجمهور اللي ما يعرفش اي حاجه. عامل لي تيفو كده اسود فاصفر. ده تاكسي اسكندريه ده ولا علبه كبريت؟ ايتي يا ايتي يا ايتي يا ايتي يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه. تطلع مين انت يا وضيع؟ وضيع اسيا انت. تطلع مين عشان تتكلم على اسيادك الاهلي؟ النهارده الاهلي في قلب بيتك. عرفك حجمك الطبيعي اللي الاعلام مساعدك واللي الاعلام مكبر لك البوش بنجومك ببنزيميتك بكنتلك بالناس دي كلها بسلطاتك ببابا غنوجك. كله ده في الاونطه. كل ده في الاونطه يا ايتي. شفناكش يعني ولا شفنا الزيطه والنمر هيفترس النسر وهيعمل. سبحان الله. الواد الفيديو بتاع مشجع الاتحاد ده بني ادم، ده حاسس باللي فيها، ده عارف اللي فيها. لكن الباقي الجمهور زياط. جمهور الاتحاد السعودي انتوا جمهور زياط. كان لازم القصره دي تبقى على ارضكم وتبقى في قلب بيتكم علشان تحسوها. كان لازم. انا عارف ان الثلاثه بتوجع، عارف ان الثلاثه مؤلمه. ممكن تحط لها مرهم شويه. معلش يا ايتي يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه اتحادي يا ابو ثلاثه. واحد اتنين الكبسه راحت فين على اغنيه سطلانه. الليله ليله ولا في الاحلام مع صوت فهد العتيبي مع المزاج والحاله المزاجيه مية. لعب واداء ونتيجه ما شفناكش. لا شفنا النمور ولا شفنا الجمهور بتاع النمر. انت الجمهور بتاع الاتحاد السعودي هو فعلا ثبت ان الجمهور ده على السوشيال ميديا نمر، لكن فيس تو فيس كده بيقلب قطه سيامي. جمهور الاتحاد قطه سيامي. تطلع مين انت علشان تتكلم على اسيادك ده؟ كلت ثلاثة هتقعد تحلف بقى لحد يوم الدين. 3 تيكي تاكا اهلاويه، تيكي تاكا مزاجيه، تيكي تاكا عنبيه. يا ايتي قلب عندك يا ايتي. الصيدليات النهارده في السعوديه هتشتغل موت. مراهم الحرقان والكريمات هتشتغل موت. تطلع انت ايه يا ايتي؟ النهارده مفيش تحليل، خلاص مفيش تحليل، هي تحفيل. مفيش تحليل، هي تحفيل. يا ايتي ما جالكش يا ايتي. تيكي تاكي تتفرج على الاهلي في قلب بيتك بالمزاج. انت قاعد كده بتتفرج على الاهلي في الملعب بتاعك. يعني بص، واحد دخل ضربك في قلب بيتك وخد منك البيت وانت قاعد كده.
مش قادر تعمل اي حاجه، عاجز عن الرد. الحاله المزاجيه تمام تمام تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل الاهلاويه. مبروك مبروك مبروك. مباراه كان لازم الاهلي يكسبها علشان خاطر الجمهور الزياط. جمهور الزياط، انا قلت لكم الثقه اللي فيهم ديت انا شفتها فين قبل كده. يعجبني قوي الجمهور اللي تلاقيه داخل كده واثق من نفسه. الجمهور اللي بيقول لك وسع على بابا جه، حلو قوي، انا بحب النغمه دي. الجمهور اللي تلاقيه واثق من نفسه قوي كده، اعرف اللي هو بياكلها على دماغه في الاخر. كلتها على دماغك وكلتها في كل حته يا ايتي يا ايتي. لو انت تتفرج على الفيديو من خلال الفيسبوك، لايك وشير للفيديو. اتفرج على الفيديو من خلال قناه اليوتيوب، لايك وشير. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان اللي جاي كتير. يا ايتي يا ايتي. تعالى كل فطير. نادي الاهلي، قلت لكم نادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي كله عارف ان البطوله ديت الاداء بيختلف، اللاعيبه بتختلف، الدنيا كلها بتختلف، بتلاقي وضع غير الوضع. النادي الاهلي قدر يكسب النمور على السوشيال ميديا، القط السيامي على ارض الملعب 3-0 3-1. جون بنزيما الجون كده جه في الاخر، جون يعني شيكابالي كده. وقدر يحجز مقعد في نص النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين ان شاء الله. نادي الاهلي حدث ولا حرج. نادي الاهلي الثلاثيه على الروقان، ثلاثيه على المزاج، ثلاثيه يعني تخلي الحاله المزاجيه عاليه قوي وتخلي الضغط لجمهور القطه السيامي عالي. والله ما لاقيين كلام. الواحد من كتر المزاج العالي مش عايز يتكلم في التحليل. قلنا توقف الأظهرة ورومارينيو وكورنادو وتقدر تلعب مرتدة سريعة، تقدر تفرض أسلوب لعبك على الاتحاد، تقدر تتحكم في رتم المباراة، بالتالي هتكون الغلبة ليك وهتكون النتيجة ليك. الشوط الأولاني النادي الأهلي بدأ أول 5 دقايق، الدقيقة ال5 هوب انذار من حسين الشحات، الكرة اللي جت في رجل حجازي. حلو الكلام ده، هدد روح. الاتحاد السعودي تتكلم مثلا الشوط الاولاني يعني كرة رومارينيو اللي الشناوي شالها في الدقيقة 9. عندك مثلا ضربة الجزاء الشناوي النهارده راجل المباراة فعلا. الشناوي على رأي الكابتن أيمن الكاشف مفيش فريق بطل من غير حارس بطل. الراجل ده الشناوي النهارده عمل مباراة عالمية، والحمد لله ان الكرة اللي هي في بداية التايم الثاني اللي جه يمسكها عدت من بين رجليه كويس، اللي هي جت في العارضة. لان الكرة ديت لا قدر الله اذا كانت دخلت جون الشناوي نفسيا كان هيحبط. هيقدر فريق الاتحاد السعودي اللي هو يرجع في المباراة، هتبدأ لعيبة الاهلي تخش في حالة من الشك كده والتوتر. لكن الحمد لله ربنا كبير. ضربة الجزاء اللي ضاعت هي ضربة جزاء من غير عشان بس نتكلم، والحكم راح للفار، هي ضربة جزاء. يعني محمد عبد المنعم بحس اللي هو بيعمل سويمنج في الجو كده، لكن هي ضربة الجزاء. لكن الشناوي تتحسب له ضربة الجزاء، هي نقطة تحول المباراة. ضربة الجزاء وتصدي الشناوي لضربة الجزاء نقطة تحول في المباراة. لا قدر الله ضربة الجزاء لو كانت جت كان التايم الاولاني هيطلع 1-1. هينزل التايم الثاني فريق الاتحاد السعودي الحالة المعنوية مرتفعة. لعيبة الاهلي زي ما قلنا هتخش في مرحلة شك، لكن الحمد لله يعني جت من عند ربنا ضربة الجزاء، يعني توفيق من عند ربنا ثم توفيق. الشناوي قدر تصدي ضربة الجزاء، نقطة تحول في المباراة، خلى لاعيبة الاهلي بالحالة المعنوية عندهم بتزيد، وخلى لاعيبه الاتحاد الحاله الاحباط عندهم بتقل اكتر ما هي. اتكلمنا وقلنا التبديل بتاع جزء الباكات اللي اتكلمنا عليهم في فيديو امبارح، الباكين تغييرهم ده ارهاق بدني سببوا لهم النادي الاهلي، وخصوصا بيرسيتاو سبب الارهاق لزكريا الهوساوي.
اللاعب ما قدرش يكمل. اللاعب التايم الثاني ما بدأش، اتبدل بعد التايم الاولاني. المهند الشنقيطي بعد التايم الثاني مع سبرنت الزحلق هوب يلا جات له خلفيه او جات له شد في العضله الخلفيه، يتبدل. الاثنين ما استحملوش، لان لعيبه الاهلي مشى المباراه، وخصوصا الشوط الاول او المباراه بشكل عام، تكتيك اهلاوي وخبره لاعيبه الاهلي. شفت انت الاتحاد السعودي بحجم اللعيبه اللي عنده بالسكواد اللي عملوه، بخبرتهم برضه، اللي لعب في الدوري الانجليزي واللي لعب في الدوري الاسباني واللي جاي من هنا واللي جاي من هناك، لكن لخبره لاعيبه الاهلي وخصوصا في البطوله ديت هي اللي حسمت الماتش. الاهلي عرف من اين تاكل الكتف. لو جيت تتكلم على الشوط الاولاني 70-30 استحواذ للاتحاد، 70-30. كولر كان قاعد بره بيخطط، هو بيمشي الماتش زي ما هو عاوز. في استحواذ للاتحاد السعودي بس من غير سيطره، يعني سيطره من غير اهداف، سيطره من غير خطوره. هو الاتحاد السعودي جاله ايه؟ الكره الاولانيه في الدقيقه 9 لرومارينيو، ضربه الجزاء في الاخر، وفي كره لبنزيما شاطها كده بس. لكن لو جيت تتكلم على فرص النادي الاهلي، انت عندك مثلا في الشوط الاولاني كره حسين الشحات اللي عمل بيها انذار تهديد للاتحاد السعودي. عندك في الدقيقه 13 العرضيه لمحمد هاني اللي هو مش عارف يعمل عرضيه ولا عارف يعمل ايه. الدقيقه 13 ده لو اتعملت كروس كده لبره كان ممكن النادي الاهلي يحط جون في الدقيقه 13. عندك ضربه الجزاء الاهلي بيتقدم 1-0. عندك الكوره اللي كهربا ضيعها. يعني احنا برضو بنلعب في مباريات كاس عالم انديه وما زال عندنا مسلسل اهدار الفرص ده موجود. يعني لو نفتكر الكره اللي كهربا ضيعها في نهايه التايم الاولاني بعد ضربه الجزاء اللي هو رقص الجون وحطها بره دي، اذا كهربا حطها جون 2-0 اكلينيكيا بتموت الماتش، اكلينيكيا انت بتموت الماتش. لكن قدر الله ما شاء فعل، قدرت تطلع التايم الاولاني 1-0. واتكلمنا امبارح فقلنا ايه، لو لعبت كره مرتده سريعه هتبهدل دفاعات الاتحاد السعودي. الكره اللي لو نفتكر مع بعض، الكره اللي كهربا لعبها طوليه اللي عايز يسقطها للجون، بص على تمركز بيرسي تاو. يعني لو كان كهربا لعبها لبيرسي تاو ده كان هيروح انفراد. ليه؟ لان الجزء الباكات زي ما اتكلمنا فيه اتقدموا، واتكلمنا فيها امبارح قلنا العب على المساحات واستغل المساحات اللي ورا المدافعين. يعني كره زي كره كهربا لو لعبها لبيرسي تاو انت خلاص رايح انفراد الجول. لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي قدرت تمشي الماتش بشكل عام زي ما هي عايزاه. التايم الثاني اللي انت تجيب جونين في دقيقتين او 3 دقائق، يعني جون حسين الشحات في الدقيقه 58 وجون امام عاشور في الدقيقه 61. امام عاشور مكتوبه لك يا امام عاشور، والله العظيم مكتوبه لك يا امام عاشور. تلعب كاس عالم واول مباراه ليك كاس عالم تحط اول هدف ليك يا اخي، والله العظيم مكتوبه لك، واكيد فيك حاجه لله. جمهور الاتحاد قبل ما انسى اكرر كلامي تاني، عايزك بعد كده لما تشوف اللوجو اللي ورايا ده تعمل له كده. عايزك بعد كده تسمع اي حاجه فيها سيره الاهلي تقف انتباه، عشان انت جمهور زياط. نرجع تاني لموضوعنا، اللي انت تحط جونين في 3 دقايق انت اكلينيكيا خلاص بتموت الماتش، اكلينيكيا بتموت الماتش. ولاعيبه الاهلي واحد يقول لك مثلا رومارينيو وكورنادو كملوا الماتش لان الاهلي بدا يتراجع ورا ويلعب على المرتده وبدا ياخد اللي هو عاوزه. الاهلي لو كان كمل في رتم المباراه وكمل الهجوم، صدقني كان رومارينيو وكورنادو كانوا هيقعوا بدنيا. لكن برضه لو جيت تتكلم على رومارينيو وكورنادو في التايم الثاني ما لهمش وجود قوي. يعني رومارينيو مثلا التاكلينج اللي عمله احمد نبيل كوكا ده فكرني بتاكلينج حمدي فتحي في نهايه القضيه. التاكلينج اللي كوكا عمله في الدقيقه 46 قدام رومارينيو، الكوره دي كانت كوره جون بالظبط زي كوره احمد سيد زيزو في ماتش نهائي القضيه، التاكلينج بتاع حمدي فتحي. يعني لولا تاكلينج حمدي فتحي كان الكوره دي جون،
والنهارده لولا تاكلينج احمد نبيل كوكا كره رومارينيو كانت رايحه جون. ده في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 46. ده 46 الاتحاد السعودي اذا حط التعادل الماتش بيتقلب، لان زي ما قلت لك المعنويات هنا بتزيد وهنا بتنزل. تاكلينج احمد نبيل كوكا نقطه تحول برضه، يعني بتتحسب له. احمد نبيل كوكا اللي بالمناسبه كان مفاجاه في التشكيل، يعني ما كانش اي حد يتوقع ان احمد نبيل كوكا هيبدا المباراه. لكن النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لجمهور الاهلي اللي راح، الناس اللي سابت شغلها واللي اجل اي حاجه وراح الماتش ده، الناس اللي تعبت ورا النادي. مبروك لكل ما هو اهلاوي بشكل خاص، مبروك لكل ما هو مصري بشكل عام. نادي الاهلي على موعد مع بطل امريكا الجنوبيه في سيمي فاينال مباراه كاس العالم للانديه. الطموح والامل والحلم بدا يقرب. قدامك فرصه ذهبيه، نقدر ان شاء الله نكسب مباراه فلومينينسي تلعب ولاول مره نهائي كاس عالم للانديه. حلم كل اهلاوي، حلم كل ما هو عاشق للمارد الاحمر. ادعم الفريق، ادعم الجهاز الفني، وقلت لك ما قدامكش الا دعم فقط، دعم اللعيبه، دعم مجلس الاداره، دعم الجهاز الفني، مش حبا في اشخاص لكن حبا للكيان. النهارده لعيبه النادي الاهلي بكولر اللي النهارده المفروض يتعمل له تعظيم سلام على ادارته للمباراه مع تغييراته. ما ننساش التغييرات اللي فعلا، يعني واحد مثلا زي السوليه، ده راجل بيعرف يربط ما بين خط الظهر وخط الهجوم، ده راجل نازل عارف هو هيعمل ايه، نازل عاوز يتحكم في رتم المباراه، يعرف يهدي اللعب امتى، يهدي اللعب امتى، يسرع اللعب. كريم فؤاد يعني عمل يعني كريم فؤاد طاهر محمد طاهر الشويه اللي هم نزلوهم، اللعيبه ديت عايزه تقول للكولر ان انا موجود، ان انا ممكن تعتمد عليا من البدايه. لعيبه الاهلي كلها بلا استثناء، لعيبه الاهلي كلها تحيه خاصه لها، تعظيم سلام للعيبه الاهلي. وكولر اللي عرف ازاي يتعامل مع الباك الشمال والجهه الشمال عند الاتحاد السعودي، وقدر يوقف واحد زي زكريا الهساوي. لو نتكلم زكريا الهساوي كان على طول بيرسي تاو في اول المباراه كان بدا يعمل ايه؟ واجبات دفاعيه مع محمد هاني، فخلى الباك الشمال يبدا يقرب. لكن مارسيل كولر كلم بيرسي تاو، قال له انت اقف هنا، يقف بس كده. اصبح اللي هو راكن زكريا الهساوي. مباراه ممكن الواحد تلاقيه بس يعني متوتر شويه او متلخبط شويه من الحاله المزاجيه، والحاله اللي الواحد مثلا كان فيها، خصوصا من الجمهور الزياط اللي بقاله كام يوم عمال بيزيط على النت، والاعلاميين اللي مساعدينه. الكابتن اللي كان بيقول لك النادي الاهلي ما كسبش من غير ما كانت الكوره جبس. ادينا جيت لك في قلب بيتك وعرفتك تمامك. النادي الاهلي مبروك لكل اللعيبه، مبروك لمجلس الاداره. نتقابل غدا ان شاء الله، اشوفكم على خير، فيديوهات تانية. تصبحوا على خير.